ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض بقى طبق فتة كده بطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله مش هياخد منك وقت، واضمن لك الطعم رائع بجد. واللحمة دايبة زي ما انتم شايفينها كده. يلا بينا بقى نخش على الطريقة. انا هنا جبت نص كيلو من اللحمة، وبحط في اللحمة بصل ولورا مش اكتر من كده. وفي حلة سخنة بقى قوي، انا ما بحط الزبدة، بكتفي بدهون اللحمة. هنزل كده باللحمة واشوحها لغاية اما تاخد لون من كل الجوانب، يعني بصوا تحسوا ان المسام كلها اتقفلت. هنزل بقى بالبصلة واللورة، وانزل بمية مغلية واسيبها بقى تعيش مع نفسها تماما. لما جسها الاقيها خلاص دخلت في السوا او استوت كمان، هنزل عليها بنص معلقة ملح ونص معلقة فلفل اسود وبس كده. قطعت بقى العيش، انا جبت هنا 3 ترغيفة كده قطعتهم، ودول كوبايتين رز، كوبايتين ونص، ودي مع معلقتين توم كبار وخل وطماطم عشان نعمل بقى الفتة. بصوا انا اول حاجة هدخل العيش الفرن، بس انا بحب قبل ما ادخله الفرن يتحمص بديله رشة ملح ورشة فلفل وزيت، وممكن سنة توم، بس انا مش عايزة توم عشان ما تبقاش ايه حامية كده عشان السيوم. فبديها رشة ملح وفلفل ورشة زيت بس، وادخلها بقى الفرن ايه تتحمس مع نفسها. وفي حلة بقى نبدأ بصلصة الفتة، هننزل بنحمر التومة كده، وننزل عليها ايه يعني بربع كوباية خل كده، عشان ايه عايزين كده الصلصة تطلع عالمية بجد، كان طعمها حلو قوي. وهننزل بقى بمكعب مرقة. في ناس بقى بتحب تاخد من الدقة دي كده تشيل منها حبة على جنب وتنزل بيها على وش الفتة، لا انا بحبها في الصلصة كده مرة واحدة. انتوا عايزين كده تمام. يبقى حطينا عليها ايه توم وخل ومعلقة ومكعب مرق وملح وفلفل، نص معلقة ونص معلقة، وخلاص كده نغطيها بقى ونسيبها تعيش مع نفسها. ونعمل الرز بقى كده. انا حطيت معلقة سمنة عليهم كوبايتين ونص رز ومعلقة ملح، ونشوح بقى الرز كده عشان نضمن ان هو مفلفل معانا. الحركة دي هي اللي بتخلي الرز الابيض يفلفل، ما بيطلعش معجن، انك تشوحي شويه. بس انا هنا بصوا تحسوا ان المية قليلة، فانا هديها ايه كبشة شوربة كده تطعم برضو ايه الرز معانا، هي كبشة واحدة. يعني كوبايتين ونص بياخدوا كوبايتين ونص مية، 3 يعني من 2.5 ل3، فايه فانا زودت كبشة كده، فان شاء الله يطلع مظبوط. وده العيش كده بعد ما اتحمص معانا في الفرن كان تحفة. هنديله بقى ايه الشوربة هنا مغلية، انا صفيتها من اللورة والبصل، فهنزل ايه بكبشتين كده على الايه على العيش. انتوا بقى لو عايزينه طري قوي غطوا الصينية دي، هيشرب بقى الشوربة ويبقى طري قوي، لكن احنا بنحبه فيه سنة كريسبي كده شوية. تمام. فانا هسيبه كده يعني 5 دقايق كده ولا حاجة. انا بحب بقى اسقي العيش كده بصلصة من الفتة. الحركة دي بقى بتديها تطعيمة جميلة، وبرضو هديها زي ما اديتها من الصلصة كده. بصوا انا بوريكم هنا ان الرز طالع مفلفل معانا وكان جميل. هنديها برضو ايه معلقتين كده مع الصلصة. الحركة دي بقى بتدي تطعيمة للفتة تحفة، يعني تحسي انك بتاكلي كده فتة، مش عيش كده مسقي بشوربة وخلاص، لا بتحسي من تحت كده انك بتاكلي حاجة طعمها تحفة. الحركة اللي انا بقولك عليها دي، انك تحطي كبشتين شوربة وحبة رز مع العيش كده ونقلبهم، ونحط بقى الرز على الوش كده وشوفوا بقى عايزين تعملوها بأي طريقة. انا ايه يعني برضه انا مش بحب الصلصة فيها كتير، فبحبها قليلة. انتوا بقى براحتكم، حتى اللي عايز يزود براحته. بصوا بقى كانت طالعه معانا تحفه، وكان الرز مفلفل والعيش مقرمش كده، وما حمرتش برضو اللحمه. بصوا كانت دايبه بس سخنه قوي